السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في أماكن الزمن بينساها، لكن الرعب عمره ما بيتنسي. المدرسة اللي هحكي لكم عنها النهاردة شكلها عادي جدا، لكن في آخر فنائها في بير قديم، بير محدش بيقرب منه بعد المغرب، لأنهم بيقولوا إن أي حد يسمع اسمه طالع من جوه ويرد بيروح وما بيرجعش زي الأول. يا ترى دي مجرد خرافة ولا في سر مرعب مستخبي تحت البير؟ اطفوا النور، علوا الصوت واستعدوا تسمعوا واحدة من أرعب قصص الرعب المصرية، قصة بير المدرسة القديمة. في محافظة من محافظات الصعيد كانت في مدرسة ابتدائي قديمة اتبنت من أكتر من 70 سنة. في آخر حوش المدرسة كان في بير قديم متغطي بغطاء حديد تقيل، وعليه يافطة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب. الغريب إن المدرسين القدام كانوا دايما يقولوا للتلاميذ لو سمعتوا أي حد بينادي اسمكم من عند البير ما تردوش. الناس كانت فاكرة إنهم بيخوفوا العيال وخلاص، لحد ما جه مدرس جديد اسمه مروان. كان مدرس علوم وما بيصدقش أي كلام عن الجن أو الأشباح. في أول يوم لاحظ إن كل الطلبة بيتجنبوا إن هم يروحوا ناحية البير، فسأل الناظر هو ليه البير ده متقفل. الناظر اتوتر وقال سيبه زي ما هو أحسن، لكن مروان حب يعرف الحقيقة. بعد انتهاء اليوم الدراسي فضل في المدرسة لوحده، قرب من البير ولقى الغطا بيتحرك حركة بسيطة رغم ان مفيش اي هوا. وفجأة سمع صوت طفل بيقول يا أستاذ يا أستاذ ساعدني. بص حواليه مفيش حد. الصوت رجع تاني أنا تحت. افتكر ان في طفل وقع، جري بسرعة وشال الغطا. البير كان ضلمة كحل، فنادى مين هناك؟ بعد ثواني سمع ضحكة أطفال، واحدة وبعدين اتنين وبعدين عشرات الضحكات طالعة من جوه. رجع خطوة لورا، لكن فجأة طلع من البير ايد صغيرة سودة ومبلولة ومسكت طرف هدومه. وقع على الأرض وهو بيصرخ. بص تاني ملقاش أي ايد. قفل الغطا بسرعة وجري. تاني يوم لقى على مكتبه ورقة مكتوب فيها بخط أطفال ليه سبتنا. بدأ يسأل كبار البلد. واحد من الشيوخ حكى إن من حوالي 50 سنة المدرسة تعرضت لسيول شديدة، وكان في مجموعة أطفال بيلعبوا جنب البير. الأرض انهارت تحتهم ووقعوا، ولأن الإنقاذ اتأخر محدش خرج منهم حي. من يومها أي حد بيفتح البير بعد المغرب بيسمع أصواتهم. فمروان قرر ينقل من المدرسة، وفي آخر يوم ليه قبل ما يمشي عدى جنب البير. سمع صوت طفل بيضحك ويقول احنا لسه مستنين المدرس الجديد. مروان جري وما بصش وراه. بعد أسبوع وصل مدرس جديد، وأول سؤال سأله للناظر كان ايه البير ده؟ الناظر بصله في خوف وقال ما تقربش منه. لكن المدرس ابتسم وقال انا مش بصدق الكلام ده. وفي الليلة نفسها سمع حارس المدرسة صوت غطاء البير وهو بيتفتح لوحده، ومن ساعتها المدرس الجديد محدش شافه تاني. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.